الهاردات الاكسترنال العادية ما بقتش حل عملي خالص، اخرنا نخزن عليها او نستخدمها باك اب، لان بالرغم من مساحتها الكبيرة تعتبر بطيئة جدا وكمان حجمها الخارجي كبير. عشان كده الشركات طورت بدائل تانية. من فترة ظهر اكسترنال اس اس دي، حجمه الخارجي صغير جدا وبيقدم سرعات ممتازة بتوصل ل10 اضعاف الهارد الاكسترنال العادي اللي هو الاتش دي دي. معانا اختراع جامد من اي داتا، اكسترنال اس اس دي موديل اس دي 620. هنجربه ونشوف كل تفاصيله في حلقتنا النهارده. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. وحدة التخزين اللي معانا النهاردة عاملة افتكاسة مع نفسها كده. زي ما انتوا شايفين هو عبارة عن اكسترنال اس اس دي مخصص للتنقل الكتير وتحمل الصدمات، بيقدم شكل مميز وسرعات عالية مقارنة بالاكسترنال العادي. معانا اختراع جامد من اي داتا، اكسترنال اس اس دي موديل اس دي 620. الاكسترنال اللي معانا متوفر بحجمين بس، 500 جيجا و1 تيرا. هنجرب النهاردة النسخة ال 500. اس دي 620 بيجي باللون الاحمر في اسود وعليه كلمة اي داتا، والجنب التاني فيه بعض المعلومات، وبينزل بلون ازرق واسود كمان. بيجي بحماية خارجية عن طريق غلاف سيليكون، والجسم الداخلي من البلاستيك عالي الجودة. الوزن خفيف يعتبر 55 جرام تقريبا. الاكسترنال اجتاز المواصفات القياسية للحماية، وتم عمل اختبار سقوط من 1.20 متر تقريبا، والدنيا كانت تمام جدا. اس دي 620 شغال بنظام يو اس بي 3.2 جين 2 اللي معدل النقل فيه بيوصل ل 10 جيجا في الثانية، وبيجي معاه كابل يو اس بي 3.2 بمخرج يو اس بي تايب اي. السرعة في القراية والكتابة حسب مواصفات الشركة من 450 ل 520 ميجا في الثانية. الاكسترنال مدعوم مع البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس بجانب الكمبيوتر، وده اوبشن ممتاز. معانا ضمان من اي داتا لمدة 3 سنين، وده وقت طويل بيعبر عن الجودة طبعا. جربنا الاكسترنال على جهاز الاختبار بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. عملنا تيست للسرعة من خلال برامج البنش مارك المختلفة. النتائج كانت كويسة جدا، يعني وصلنا للمعدل المعلن عنه على الموقع الرسمي من 400 ل 500 ميجا في الثانية، كل ده مع أداء ثابت ومستقر. من خلال الكابل العادي الملف ميديا زي ما انتوا شايفين النقل مستقر جدا، مفيش أي دروبات. الحرارة بدأت ب40 درجة ووصلت 50 مع أعلى ضغط، وده ممتاز، يعني مفيش أي سخونة من أي نوع. اس دي 620 مميز لأي حد بيتحرك كتير في أجواء مش مستقرة، ممكن يتعرض فيها لتراب أو مية أو حتى وقعات بسيطة. هو مصمم للناس اللي بيعملوا فلوجات وسفاري أو حتى مهملين شويتين. انت حرفيا معاك اس اس دي عادي كسرعة وبيتحمل الصدمات كمان، وفوق كل ده تقدر توصل يو اس بي في أي جهاز، ومعاك مساحات كبيرة بتوصل ل1 تيرا. يعني من جهازين زي بعض هتقدر تنقل ملف 100 جيجا في 5 دقايق تقريبا. لو شغال ومحتاج تنقل داتا وبروجكتس باستمرار، وكمان لو بتتحرك كتير وبتنقل داتا من صحابك في اكتر من مكان، الاكسترنال ده هينجزك وهيتحمل الحركة والبهدلة معاك.